ازيكم يا اجمل متابعين. النهارده هنعمل مع بعض خلية النحل. ودي من الوصفات السهلة جدا والجميلة، واللي بتنفع معاكي لو جايلك ضيوف بعد المغرب او على العشاء، او تقدري تقدميها كوجبة فطار. لان احنا بنقدر نغير في الحشوات بتاعتها، وبنوظفها بقى على حسب هنقدمها في ايه، كوجبة فطار او مع الغداء او كوجبة عشاء. هنستعمل النهاردة في العجينة بتاعتنا كيلو من الدقيق. عايزة تزودي الكمية أو تقللي، بتضعفي الكمية أو بتقسميها نصين لو هتعملي نص المقدار اللي أنا هعمله. أنا هنا هستعمل النهاردة كيلو من الدقيق، وده دقيق مخبوزات. وهستعمل كمان نص كوباية من الزيت، ومعايا 4 معالق كبيرة من اللبن البودر، ومعايا باكو من الخميرة الفورية، ومعلقة من البيكنج باودر. معايا كمان رشة ملح ورشة سكر. مبدئيا كده لازم الدقيق بتاعنا قبل ما نستعمله نكون نخلينه كويس جدا. بعد كده هنبتدي نضيف المكونات بتاعتنا بالتدريج. دلوقتي انا هستعمل لعجن خلية النحل النهاردة المية الدافية، ولازم المية تكون دافية لان احنا هنا بنستعمل خميرة فورية. انا تقريبا استعملت حوالي كيلو، كوباية ونص من المية الدافية، يعني تكون كده تقريبا يعني زي دمعة العين، وده علشان تشغلك الخميرة بتاعتك. هبتدي هنا اضيف الاول للدقيق بتاعي المكونات الجافة، اللبن البودر ورشة الملح ورشة السكر، وباكو الخميرة الفورية ومعلقة البيكنج باودر. بعد كده ضفت لها نص كوباية الزيت، وهبتدي انزل بالمية اللي هعجن بيها بالتدريج. هخلط الاول المكونات بتاعتي بالمعلقة، وبعد كده هبتدي ان انا اعجن بايدي. لو عندك عجان تقدري ان انت تحطي كل المكونات بتاعتك مع بعض وتبتدي ان انت تعجنيها في العجان، لكن انا شايفة ان العجينة سهلة جدا وبسيطة، وهنعملها بايدينا، نعجنها بايدينا بمنتهى السهولة. بعد ما هنخلط العجينة بتاعتنا كويس جدا هنسيبها تخمر في مكان دافي، وده هيكون مش اقل من ساعة. وانا زي ما قلت لكم عامه، انا في الشتاء بعمل جو دافي للعجينه بتاعتي علشان اخمرها عامه. لما باجي اعمل اي معجنات بسخن فرن البوتاجاز عندي وبسيبه شغال لمده 10 دقايق. بعد كده بطفيه وببتدي ان انا اغطي العجينه بتاعتي وبدخلها جوه الفرن، وبسيبها لحد ما تخمر. ما بياخدش معايا وقت طويل زي ما بسيبها بره في مكان بيكون بارد، لانه زي ما انتم شايفين الجو لما بيكون شتاء وجو ساقعه ممكن تاخد معاكي اكتر من ساعة في التخمير. زي ما انتم شايفين كنت لميت العجينة بتاعتي خلاص، وبدأت تبقى عجينة طرية وحلوة جدا، ومطاطية وسهلة جدا في التشكيل. هبتدي بقى ان انا اغطيها وادخلها بقى جوه الفرن بعد ما دفيته، واخدت معايا تقريبا ساعة بالظبط لحد لما بدأت انها تخمر والحجم بتاعها يتضاعف. زي ما انتم شايفين بقت عجينة هشة وجميلة جدا، وبقت حلوة جدا معايا في التشكيل. هبتدي بقى اقطع العجينة على شكل يعني قطع صغيرة كده، ببتدي افردها على ايدي وهحط لها الحشوة بتاعتها، وابتدي الفها كده واعملها على شكل بقجة، وبعد كده ببتدي اعملها على شكل كور صغيرة، وبحطها عندي في صينية ألمونيوم بكون مبطناها بقطعة من الزبدة، وبسيب بين كل قطعة وقطعة من سنتي ل2 سنتي، لان انا هغطي العجينة دي وهسيبها تخمر للمرة التانية، فالحجم بتاعها هيبتدي يتضاعف، فلازم تسيبي مسافة بين كل قطعة وقطعة في العجينة بتاعتك. هنا انا هستعمل في الحشوة بتاعت العجينة عندي جبنة براميلي ضايفة لها فلفل رومي مفروم ومعاها زعتر. والحشوة دي جميلة جدا لو هتستعملي خلية النحل، سواء في عشاء أو في فطار الصبح مع كوباية شاي، أو تديها لولادك في المدرسة في اللانش بوكس بتاعهم. طبعا زي ما قلتلك انت تقدري ان انت تغيري شكل الحشوة بتاعتك زي ما انت عايزة. تقدري تنوعي لهم ما بين الجبنة وما بين الشوكولاتة اللي هي قابلة الدهن، زي بقى النوتيلا وحاجات تانية. شركات تانية كتيرة عاملة دلوقتي أنواع كتيرة من الشوكولاتة اللي هي قابلة الدهن، ودي بتبقى سعرها أحسن بكتير من النوتيلا،
وبتبقى العبوات بتاعتها الحجم بتاعها اكبر، يعني ممكن توصل في عبوات نص كيلو وفي عبوات كيلو دلوقتي، وسعر بتاعها حلو جدا. بالنسبة للحشوات برضو تقدري ان انت تعمليها لحمة مفرومة او تعمليها يعني فراخ متعصجة كده ببصل مع ملح وفلفل، او تعمليها زي خلطة الشاورما كده وتضيفي لها فلفل الوان وفلفل رومي ورشة بقدونس كده. يعني تقدري تنوعي في الحشوة بتاعتك زي ما انت عايزة، وكل الحشوات دي بتكون حلوة جدا جدا وناجحة معاكي وهايلة في خلية النحل بتاعتك. وده طبعا من مميزات العجينة دي، ان هي بتبقى سهلة معانا انها بتقبل اي حشوة. زي ما انتم شايفين انا كده شكلت العجينة بتاعتي وعملت معايا يعني كمية حلوة جدا. وهبتدي بقى ان انا ادهن وش قطع العجينة بتاعتي او وش خلية النحل عندي هنا صفار بيض مع معلقتين من اللبن، وحط لهم رشة من الفلفل الاسود. هبتدي بقى ان انا ادهن وش العجينة بتاعتي، وهدلهم من على الوش من فوق حبة البركة مع سمسم، وده بيدي شكل حلو جدا وقيمة غذائية برضو لخلية النحل بتاعتك. هعمل الموضوع ده في كل العجينة بتاعتي، وهكون مجهزة الفرن بتاعي على درجة حرارة 220 220. هي هتاخد معايا بالظبط حوالي ربع ساعة في التسوية بتاعتها، وطبعا مع المتابعة لان في درجة حرارة الافران طبعا زي ما انتم عارفين بتختلف من فرن للتاني. طبعا تقدري تستعملي سمسم بس او حبة البركة بس، او تسيبيها سادة على حسب ما انت عايزة. هنا خلاص كانت طلعت معايا من الفرن. بعد ما بتستوي في الفرن بتبتدي انها تتداخل مع بعض وتديني شكل خلية النحل زي ما انت شايفة. هبتدي بقى اديها رشة من المية كده على الوش علشان احافظ على الوش بتاع خلية النحل انه يكون معايا طري، وانها ما بتبتديش انها لما تتعرض لبرودة الجو انها تنشف وتشقق معايا. وهوريكم كمان دلوقتي قد ايه ان العجينة بتاعتي هشة وحلوة جدا وطرية، وقد ايه محتفظة بالحشوة بتاعتها جوه من الداخل، ما خرجتش مني العجينة، قد ايه مورقة وجميلة. يا رب الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم، واكون قدرت اوصل لكم معلومة تستفادوا منها حتى لو كانت بسيطة. ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وبألف هنا. مع السلامة.